اللي حضراتكم شايفينه ده هو اصل رساله برنامج مزاجنجي. تعالى كده يا سوري. ليه بقى؟ الله 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 الله. طبعا. ليه بقى يا جماعه؟ برنامج مزاجنجي رسالته الاساسيه هي المزاج، هي السعاده، هي ان ازاي ممكن الانسان بابسط الامكانيات اللي في ايديه يقدر يعمل حاجه جامده. تمر الاول انا لسه احنا بعمل ايه؟ انا بعمل تمر بالسمنه البلدي بالبيض. يا جماعه خش عندك المطبخ وطلع المتاح، ولو ربنا كرمك بمكان تقدر تقعد فيه وتقضي فيه يوم بالنهار وتتفرج على الخضره الجميله. يعني الاماكن دي المفروض انها ببلاش يا جماعه. يعني احنا جايين عند واحد صاحبنا اهرسه. يلا حاضر. احنا جايين عند واحد صاحبنا، يعني المكان ده بتاع صاحبنا مش دافعين فيه فلوس. والتفاصيل اللي قدامنا دي يعني لو حبينا نشتريها مش غاليه يعني. بس هي فكره بقى ان انت تركز انك تعمل ده. يعني ان انت تركز تدور على مكان. طب بص انا هقلل معلش بتاع التمر شويه عشان انا عايز ازود بيض الحقيقه. تفاصيل بسيطه. تفاصيل بسيطه بقى اللي هو بقى في مكان انت تقدر تروحه. تفاصيل بسيطه في البيت. انا عايز اقول لك ان انت لو اديتني حته جبنه مثلا قديمه باقي عندك بقالها مثلا اسبوع وكام رغيف عيش بايتين، احنا ممكن نعمل منهم حوار. ايوه بقى فكرني بفيلم خرجه ولا بيقعد بتاع فريد شوقي. والله. احنا دلوقتي يحيى الفخراني. والله عارف اللي هو ايه وكل والله فيلم عبقري. صلي على رسول الله، صلي على رسول. اللي بيحصل ده بقى عظمه العظمه. ليه بقى؟ هنا في موضوع يا جماعه. هنا في سمنه بلدي، سمنه بقى، وممكن نزود سمنه كمان. يا نهار اسود، يا نهار اسود على الفطيره. بص فطيره النار الفطيره. لا ده في لقطه كمان لسه شويه يعني. طبعا ده لو اوسع كان ممكن يخلي. ايوه بقى فيلم خرج ولم يعد ده كان فيه 21 مشهد اكل. منهم يعني بيض بال20 بيضه. طبعا انتوا شايفين ده ايه يا جماعه؟ ده بتاوي بالمناسبه. بتاوي كانت مفاجاه بقى بالنسبه لي لما عرفت ان البتاوي لما بيتسخن، هو طبعا يعني سخناه من شويه على فحم وبتاع. لما بيتسخن بعد ما تنزل ده هسخن منه. لما بيتقلبه لا، ما انا بحب بقى الصفار كده. لا سيبني بقى، دي دماغي انا بقى دي. اهو. طبعا هنا في عظمه العظمه. ليه؟ اولا في سمنه بلدي، ثانيا في تمر يعني ما حكلكش منه جوف. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ في تاتشايه كده معقوله على العظمه دي. هنحط فلفل ملح وفلفل مثلا. ينفع احط المعلقه ما ينفعش صح؟ لا ما ينفعش احط طب الاول بس انا عايز اشيل ده معلش عشان بدأ كده يستوي قوي. بسم الله. معلش سؤال، انت بتقولي لا يبرد بس واحطه هنا. انت بتقولي لا ان انا ما احطش جبنه قديمه على البيض. ايوه ليه؟ مين اللي قال لا؟ مش فاهم. انا بقى عايز معلقه. ينفع احط دي كده؟ يلا. هو طبعا بصراحه غلط اني احط معلقه مطرحها حاجه جوه المش الحقيقه يعني.